السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم هذا اللحم بالبرقوق اللي حنا كنديوه ليله 27 للجامع، ولا كنجتمعوا مع بعضياتنا، والحاجه زوينه كيديو للجامع. تبعوا معايا المراحل كامله. بغيت نشارك معكم ليله 27 ان شاء الله بدقوسها وبالقران وبداك الشيء اللي كيكون فيه زوين. اللهم تقبل منا ومنكم صالح. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بارك واشكم. غنشارك معكم واحد الوصفه اللي كنديروا 27. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. غندوزوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. عندنا كيلو ديال البصله وزياده، عندنا 4 الراس ديال الثومه، عندنا القزبر الحمد لله اخر جاء عندنا القزبر عطينا واحد الراجل الله يجازيه بخير والله يكثر خير والله يجعل في ميزان حسناته. عندنا المعدنوس، عندنا تبارك الله ما شاء الله اللهم احفظها من الزول. عندي 5 كيلو ديال الحمايه كما شفتوا معايا تبارك الله، ديال ديال البقر ما شاء الله. اللهم زيدوا بارك والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اجواء كدوز زوينه. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو خواتاتي. شاركت معكم كل شيء اللي انا دوزته في هذا رمضان كله، شاركته معكم ونتمنى يعجبكم. كما شفتوا معايا درت الخرطوم معلقه فيه هذا الكوكوط ومعلقه فيه هذا الكوكوط، لان ديال اللحم تبارك الله كثير ما شاء الله اللهم بارك. فرقته على 2 كوكوطات ولا على 2 طنجرات. عندي نفس المقادير بحال سكنجبير، معلقه ديال السكنجبير اللي فيه هذا الكوكوط وفيه هذه يعني متقاده القياس مقاد. عندي شويه ديال القرفه ما نكثرش باش ما يجيناش اللون غامق كما شفتوا معايا، غير الرص ديال المعلقه ماشي بزاف. وعندي هنايا المروزيه اللي هي الدور ديالها كتجي لذيذه وكتجي زوينه. ما نقولش لكم واحد الريحه كيفاش كطلع ملي انا نكون طيب، وديك الريحه ديال القزبر اللي حنا مشتاقين ليها. ونتمناو حتى حنا نمشيو لبلادنا ان شاء الله، الله يسهل علينا. ونتمناو تدعيو معنا يسهل لنا ربي ونمشيو هذا العام ونشاركوا معكم اي حاجه ملي نهبطوا للمغرب. توحشنا والدينا وعائلاتنا ونتمناكم تدعيو معنا ان شاء الله. كما شفتوا معايا درت الابزار والمروزيه راه كما شفتوا في الاول. ودرت قبيصه ديال التحميره فلفله حمراء، يعني ماشي بزاف غير باش كتصايبنوا داك اللون. وهذا الفيديو راه غادي يعجبكم، يعني فيه الطقوس ديال القران وفيه يعني بزاف ديال الحوايج. ولكن سمحوا لي يعني عاد الحطان يعني ما يمكنش ليا غندخل للجامع وغنصور يعني كل شيء، يعني غير سمحوا لي. غتشوفوا غير كيفاش انا وجدت داكشي، وجدته زقيته في الطنجره. كيديوه كل شيء كيديوه يعني كل واحد واش كيدير. كاين اللي كيدير كسكسو، كاين اللي كيدير المرقه باللحم. كندير شويه ديال السمن ودرت نص معلقه ديال الملح، نفس المقادير بحال ما هاد الجهه بحال ما هاد الجهه، يعني المقادير مضبوطه. وكنخليو وكنجيب واحد الكاس ديال الماء وكنقسموه باش ما يتحرقش لنا داك العطريه. وكنزيدو الثومه، ومن بعد كنزيدوا القزبر وكنزيدوا معدنوس والبصله حتى كيتقلى لينا في داك شويه ديال الماء والعطريه وديك السمينه. والبصله كنزيدوا حتى الاخر هي والزيت، يعني ما كنديروش في الاول باش داك اللحم كيشرب لنا داك البنه وداك المذاق ديالها كتجي زوينه ديك المرقه. يعني بحال راك في المغرب، واخا حنا ماشي في المغرب الحمد لله. كاين بعداك احسن حاجه زوينه اللي انا عجبتني وفرحانه بها هو القزبر، لان حد الراجل كيزرعو والله يجعله ان شاء الله يسيبو في جنته. وكنجيب هذاك الكاس ديال الماء اللي انا قلت لكم بعد ما درت القزبر ومعدنوس والثومه. كنقسم هذاك الكاس وكندير كل شيء كيتقلى من بعد ما انا حركت هذيك المقادير كامله. كما شفتوا معايا انا مازال كنحرك.
نتمنى هاد العواشر يا ربي يدخلك بالصحة والهنا وطولة العمر، وباش ما تمنيتو وباش ما بغيتو يا ربي ليكم ولوليداتكم ولجميع المسلمين وخواتاتنا وخوتنا المسلمين وخواتاتنا الفلسطينيات تما. الله ييسر ليهم والله يفرحهم يا ربي والله يبعد الباء والباس عليهم وبركه مساكن عليهم من الحروب. كما شفتوا معايا ديك البصله، عفوا سمحوا لي لان قلت لكم عندي البصله كيلو وشي حاجه، يعني شي كيلو جوج بصلات بحال هكاك، ما غاش وربعه المعالق ديال الزيت ولا ثلاثه، ما غاش نكثروا لان داك اللحم عندنا ناشف ما فيش شحمه، غير فيه الحيمات وداك العظم ما فيش كثير تا هو، لان العظم كيعطي واحد المذاق واحد المنه ما شاء الله داك اللحم. واللحم مازال مذبوح يعني مازال جديد تا هو، الله يعطيه الصحه والله يكثر خيره. راه اش نقول لكم، كتجي وصفه زوينه واخا انا يعني طيبتها قدامكم وشاركتها معكم، ولكن ما عنديش الحق باش انا غنحطها، ولا حطيتها ما راه خاص الحاجه تحط يعني تبقى تكال في البلاصه، ما يمكنش ليا غنحطها وعاد نرجع الكوكوط، غير سمحوا لي. المهم كان من بعد ما كيطيب هادشي كامل كنروي عليه الماء كيكون قليل، يعني راه اللحم اش غنقول لكم بحال هذا بحال شي خروف تبارك الله صغير دغاك طاب ما شاء الله، اللهم زيد وبارك وحفظ هذه النعمه من الزوال يا ربي، دوم معنا في الدنيا وفي الاخره علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في المكان يا ربي. غنروي ونخلي كل شيء طيب، ومن بعد غندوز للبرقوق تا هويا اللي غندير فيه شويه ديال القرفه وشويه ديال الزبده والسكر على حساب شحال عندي. انا عندي كيلو ديال سميتو ديال البرقوق. وبالنسبه للتزيين كل واحد واش بغى يزين البرقوق واللوز والبرقوق اللوز والبيض، كل واحد وعلى حسب الاستطاعه ديالو. شوفوا اللون، غير سمحوا لي ما شاركتش معكم، ولكن الله غالب، الله يجعلها في الميزان المقبول. غير انا بغيت نشارك معكم، ماشي انا وريتكم شي هادشي ان انا باغا نبان ولا شي حاجه، غير بغيت نشارك معكم التقاليد ويعني وصوت ديال القران. واخا حنا في الغربه وفي بلاد برا ما كنساوش التقاليد ديالنا وما كنساوش ديننا ديننا القيم، وما كنساوش الصلاه وما كنساوش التراويح. يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، اللهم اجعل يا ربي نعمه، وكنحمدوه ونشكروه على هذه النعمه، نعمه الاسلام الحمد لله. وغندوز البرقوق كما شفتوا معايا، عندي هنا كيلو ديال البرقوق اللي هنا يعني كيكون طيب شويه، هذا ماشي بحال داك البرقوق ديال المغرب. عندي كيلو هنايا، كنجيب معلقه ديال الزبده وكاس ولا نصف كاس، يعني ما نكثروش عليه بزاف ديال الماء، وندير عليه نصف كاس ديال السكر. الا كان عندكم العسل ديروا العسل، ما كانش عندكم العسل اكتفيوا بالسكر. كندير معلقه ديال الزبده ولا معلقه ونصف، كما شفتوا انا درت معلقه كبيره ديال الزبده، وكنخلي كل شيء طيب. بعد ما كيطيب كنحيدوه، هذا الشيء ما كاين. وسمحوا لي لطولت لكم شويه الفيديو، وكنشكركم وشاركت معكم اختكم كل شيء. هذا الشيء اللي درت في رمضان، نتمنى كيعجبكم يا ربي. فرغوا عيسى سكرتي ما خبيت عليكم والو. المهم داكشي اللي انا درته في رمضان كله سخنوه وديروه حتى ليله 27. فرغوا عيسى سكرتي ما تنساوش خواتاتي من لايك والاشتراك ورفع الجرس، وما تنساوش ليا من البرطاج. الله يجازيكم بخير.